هلا والله يا حبايبي. يلا نكمل الجزء الثاني من تخليل الفسيخ. انا بقول لكم دلوقتي ان السمكه بوزها مدور او بقها مدور وراسها كده مبططه، ما تشتريش اللي بوزها مدبب وبتبقى طويله ودماغها طويله كده، دي بتبقى شبوري. تمام. تعالوا بقى ننشف بقى كميه الميه اللي موجوده في السمكه عشان ما نخليش فيها حاجه خالص. بمناديل المطبخ كده وتفضلي تنشفي فيها. هنجيب معانا بقى 150 جرام ملح خشن و100 جرام ملح ناعم ومعلقه ونص كركم. تمام. وهنقلبهم في بعض كده، مش هنحط ورق لورا ولا اي حاجه، هو بس الملح والكركم. الكركم ما تكتريهوش عشان ما يمررش منه. تمام. كل حاجه ولها حاجه. هنعمل مساج للسمكه كده بالملح اهو زي ما انتم شايفين، ونجيب الكيس بتاعنا نفرش فيه شويه ملح. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مساج، وده المساج اللي انا بقول لكم عليه. امسكوا ظهر السمكه بس، ما تعملوش في بطنها، في ظهر السمكه بس وتعملوا المساج ده. والخطوه دي المفروض تعملوها قبل ما تملحوا، بس انا بقى ايه كنت عاملاها وما قلتلكمش عليه. تمام. املي بقى خياشيم السمكه كده والبق بتاعها، البق والخياشيم زي ما انت شايفه كده اهو. تمام. والملح الناعم عشان الملح الخشن ما بيثبتش على ظهر السمكه من بره، احنا بنحطه في الخياشيم، والملح الناعم هو اللي هيملح لك السمكه من بره. تمام. المساج بقى زي ما بقول لكم كده. وهنرص بقى السمك بالشكل ده في الكيس اهو زي ما انتم شايفين. السمكه تبقى دماغها في ديل السمكه التانية، جنب ديل السمكه التانية، يعني خلف خلاف كده. واحده دماغها جنب ديلها والتانية برضو دماغها جنب ديلها. تمام. هنرش بقى الملح اللي اتبقى مننا فوق الوش كده اهو. وهنا بقى انا هستخدم المكنسه، انت منها القطعه اللي هي بتاع السجاد، وهحط بالشفاطه بتاعتها كده اشفط الهواء زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. ودي احسن طريقه تطلعي بيها الهواء من الفسيخ، المكنسه وتشفطي الكيس هيطلع معاكي الهواء كله. ودي اول طريقه واحسن طريقه انا عملت بيها الفسيخ من زمان. تمام. هاتي بقى الاكياس والشنط اللي عندك كلها بتاع البيت، لمي بقى شنط البيت كلها زي ما بقول، وربطي كده ودوسي عليها طلعي منها الهواء زي ما انتم شايفين كده. زي ما بقول لكم لمي شنط البيت كلها هو ما ينفعش الا كده. حطيه في حته ظل بقى، في مكان في المطبخ، في اي مكان ظل، اي ظرفه بتستعمليهاش، وحطيها وحطي الفسيخ فيها في علبه بقى او في